قوات الأمن عثرت على جثمان طفل منزوع الإحشاء في شبرا الخيمة. تبين إن الطفل ده تم قتله واحد بغرض بيع أعضائه لواحد تاني عايش في الكويت، والشخص ده اللي عايش في دولة الكويت شخص مصري الجنسية، وهو أوهم القاتل إنه هيدفع له 5 مليون جنيه نظير القتل بعد ما القاتل نفذ جريمته بمعاونة المحرض اللي كان فاتح الكاميرا وبيرشده عن طريق الفيديو بيسجل اللحظة دي صوت وصورة. للأسف الراجل طلب منه قتل طفل آخر بنفس الطريقة. الأمن لما قبض عليه والنيابة حققت وصلت لمكان المحرض اللي كان بيستخدم شريحة مملوكة لوالده. النيابة طلبت القبض عليه هو والده تسليمه لمصر فورا، وبالفعل تم تسليمه. والنيابة كشفت عن مفاجأة إن المحرض شاب في مقتبل العمر، هو شاب عنده 15 عام، مش بيبيع أعضاء ولا حاجة، ولكنه بيسجل وقائع القتل ويبيعها لمواقع الدارك ويب بمبالغ خيالية. جريمة بشعة ومخيفة، وأعتقد إن العقاب هيكون رادع جدا لأن قضاءنا عادل وإحنا في دولة فيها قانون ولا تسمح بأي تجاوزات. الموضوع ده انتشر جدا الفترة دي، وبيظهر مواقع غريبة وألعاب على الإنترنت بيوهموا الناس إن هم هيكسبوا مبالغ مالية عالية جدا، وبيسهلوا ليهم الموضوع في الأول ويخليهم يكسبوا علشان يوصلوا للمرحلة اللي بعدها، ويفضلوا بعد كده يطمعوهم بالاكتر، وبعد كده يخلوهم يدخلوا على لينكات ويهددوهم وبيسحروهم لحد ما يخلوهم ينفذوا اللي هم عايزينه. هو ده اللي بيحصل للاسف. وطبعا الجيل اللي طالع ده من الشباب والاطفال عندهم حب فضول وعايزين يقلدوا كل حاجة وعايزين يوصلوا بسرعة رهيبة جدا علشان الفلوس بتعمي عينهم. علشان كده بالله عليكم لكل أب وكل أم، خلوا بالكم من أولادكم كويس جدا، حافظوا عليهم، بلاش تسيبوهم فريسة للسوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة، ولا يقفلوا عليهم باب أوضتهم وما تبقوش عارفين هم بيعملوا إيه. اقعدوا واتكلموا معاهم ودوروا وراهم، شوفوا بيعملوا إيه، بيكلموا مين، علشان تنقذوهم قبل فوات الأوان. وربنا يهدي الشباب والبنات يا رب ويحفظهم من كل سوء. هو ده للأسف اللي بيحصل، وهو ده الواقع اللي بنعيشه. بسبب المخاطر اللي بتوصل لنا من السوشيال ميديا، بسبب ان احنا بنستخدمها خطأ، بسبب ان في ناس كتير بتوهم الناس ان هم هيكسبوهم مبالغ مالية مهولة، وبينخدعوا وبيجروا ورا الفلوس لان كله بقى عايز فلوس وخلاص. مش مهم بقى حلال حرام، هل صح هل غلط، ما بيبقوش في وعيهم، مش مدركين هم بيعملوا ايه. وهو ده للاسف والاخر بيحصل فيها ضحايا للطرفين، سواء ضحايا للمجني عليه او الجاني. هو ده اللي بيحصل، فربنا يسترها يا رب ويحفظ جميع الشباب، اللهم امين يا رب العالمين.